بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردت أن تعرف ربك يجب أن تعتقد بأنه موجود وجودا حقيقيا فوق جميع المخلوقات، غير ممتزج بخلقه ومنزه عن الاختلاط بخلقه. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه. هكذا تؤمن بهذا الوجود بهذا المعنى. المعنى الثاني الغنى، إنك اعترفت لربك سبحانه بأنه الغني. لو لم تعتقد غناه لما دعوته. الأمر الثاني إنك تؤمن بأن الله يسمع دعاءك، ولو كنت لا تؤمن بسمع الله ما دعوته. الرابع تؤمن بكرم الله وجوده، لولا ذلك لما دعوته. خامسا تؤمن برحمة الله، إنه يرحم ولو كنت أنت مسيئا ومسرفا على نفسك. تؤمن بأن رحمته أوسع من ذنوبك وأن رحمته أرجى من عملك. هذا المعنى هو الذي بعثك على الدعاء. السادس القدرة، ما طلبت منه طلباتك إلا لأنك تؤمن بأن الله على كل شيء قدير. هذه هي المعاني التي في الدعاء.